واحنا دلوقتي في التحرير يا جماعه، وقابلنا واحد صعيدي دلوقتي معانا وبيجازف بروحه في وقت ضرب النار اللي موجود عندنا دلوقتي. ودلوقتي هنساله نقول له ايه رايك في التغيير؟ والله ابويا العمده قال لي روح التحرير وناضل مع اخواتك في الثوره. انا مش عارف يا ثوره ايه، بس هناضل. طبعا ابويا العمده كل حاجه في حياتنا. روح تعالوا حمل العربيات والتريلات وكل الدنيا، وجابنا بالنقازات وكل حاجه، واقفين مع الرجاله واحنا بنحب مصر. انا طبعا انا مش فاهم انا بقول ايه، بس الحمد. طب وانت دلوقتي ايه رايك في شباب الفيسبوك اللي عملوا الضجه اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ اولا انا مش عارف يعني ايه بوك ولا كان بروك ده، بس احنا كل حاجه حلوه باذن الله ومصر تبقى جميله. وبقول لابويا العمده والنبي يابا سلم لي على امي واختي نعناع. طب ومعانا الاخ عويده وهيقول لنا دلوقتي ايه رايه في شباب الفيسبوك. وتحيا مصر والأولى المتحده. طب ربنا يخليك لينا يا اخ عويده. ومعانا دلوقتي الاخ سميده وهيقول لنا دلوقتي طب ايه اللي جاي بعد كده وازاي نختار رئيسنا. لا باذن الله هنعمل استفتاء للبلد كلها. وانا بقول البت هاني والنبي يا هاني، ما انا جوعت قوي انا في الثوره دي، والنبي جوزين حمام اتقوت بيهم. ويا جماعه دلوقتي قابلنا من شباب الفيسبوك، الشباب الفيسبوك الجامدين قوي اللي هم قوموا الثوره معانا دلوقتي، وهنساله نقول له ايه رايك في الثوره وايه في التغيير. ده حاجه جامده طحنا على فكره، وحاجه روشه. احنا فاضيين ما ورناش حاجه، احنا نعمل حاجه مفيده للبلد، وفي نفس الوقت نبات ونروش ونعمل كل حاجه حلوه قشطه وزي الفل تمام. طب وشكرا يا استاذ على المناضل على الثوره الجميله اللي احنا عملناها مع بعضينا.